اهلا بكم في هجمه جديده من برنامجكم هجمه مرتده، اللي هنشوف فيه النهارده جنون الانتقالات وايه اللي بيحصل وايه الاخبار اللي بتحصل في العالم كله النهارده. نروح من الدوري الانجليزي وانجلترا على اسبانيا والمانيا، وبعد كده نرجع للعاصفه اللي طلعت من الشرق من الدوري السعودي علشان تجتاح الغرب الاوروبي كله وتجيب النجوم وترجع بيها تاني على دوري روشن للمحترفين. بس قبل اي شيء وقبل ما نشوف اي اخبار، ننزل ندوس لايك ونشترك في القناه لو لسه ما اشتركناش، ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. نبدا من انجلترا والدوري الانجليزي ونروح على مانشستر يونايتد ونشوف مانشستر يونايتد بعد ما خلص ميسون ماونت من تشيلسي واندريا اونانا من نادي الانتر، دخل عشان يخلص صفقه راسموس هايلون من نادي اتلانتا الايطالي. وبعد ما اتفق مع اللاعب على كل الشروط الشخصيه، بقى فاضل حاجه واحده بس، ان هو يخلص مع نادي اتلانتا الشروط بتاعتهم الماليه علشان تخلص الصفقه رسميا. نادي اتلانتا من جانبهم ابدوا استعدادهم ان هم يسمعوا كل العروض من مانشستر يونايتد، ووضعوا مبلغ مبدئي للصفقه تتراوح ما بين 60 مليون ل 70 مليون يورو، علشان تكون دي الهدف الرئيسي لنادي مانشستر يونايتد بعد ما خلص اندريا اونانا. نادي مانشستر يونايتد نشوف تعثر صفقه مانشستر سيتي مع نادي لايبزيج على المدافع الكرواتي جفارديول، بعد ما كان فابريسيو رومانيو صحفي سكاي سبورت اكد ان خلاص الصفقه انتهت وبدا الكشف الطبي لجفارديول وانتهت الصفقه لما يقارب 100 مليون يورو، يرجع ويطلع علينا في مفاجاه كبرى مسؤولين من نادي لايبزيج ويأكدوا ان المفاوضات لسه بعيده جدا ومفيش اي اتفاق بين مانشستر سيتي ونادي لايبزيج على اللاعب في اي شيء. لسه الصفقه بعيده، الطلبات الماليه لنادي لايبزيج الالماني بعيده جدا عن الاقتراحات اللي مقترحها نادي مانشستر سيتي للصفقه. نشوف الايام اللي جايه ممكن يحصل ايه في الصفقه دي ومانشستر سيتي هيروح على فين. لكن مانشستر سيتي ما سكتش بعد خلاص ما طلع من عنده ورحل لاعبنا العربي الجزائري رياض محرز وانتقل لنادي الاهلي جده. حط بيب جوارديولا اللاعب رافينيا البرازيلي جناح برشلونه كتعويض لرياض محرز، خصوصا ان هو شايف ان طرق اللعب بتاعتهم متقاربه لبعضيهم وشبه بعض، فحطه كخيار اول وهدف اول لتعويض رياض محرز. نطلع من نادي مانشستر سيتي نشوف اخبار نادي نيوكاسل اللي اتفق مع نادي ليستر سيتي على صفقه انتقال هيرفي بارنز اللاعب ليستر سيتي في صفقه مقابل 39 مليون. اللاعب اللي هيسهل خروج اللاعب بقى سان ماكسيمان لنادي الاهلي السعودي، اللاعب اللي عمل مع نادي ليستر سيتي مع نادي نيوكاسل مواسم كبيره وكان شايلهم في اخر مواسم وكان من ابطال الموسم اللي كانوا بيصارعوا فيه على الهبوط. على نادي تشيلسي ونشوف عندهم صفقه متعثره ولاده قيصريه صعبه جدا من اول موسم الانتقالات وهم شغالين عليها ولحد الان لسه ما نهاش. اللاعب موزيس كايسيدو لاعب برايتون اللي نادي تشيلسي عرض 70 مليون علشان يقدروا يخلصوا الصفقه دي، لكن نادي برايتون رفض وشايف ان هو بيقدر لاعبه وبيشوف ان هو مش اقل من ديكلان رايس لاعب وست هام المنتقل حديثا لنادي ارسنال وعايز ما يقارب من المبلغ ده. في رقم صعب جدا يدفعه تشيلسي ليهم كل تعثر المفاوضات مع موزيس كايسيدو، يطلع اوباميانج من نادي تشيلسي بالتراضي ويروح على نادي مارسيليا ويرجع تاني لفرنسا بالتوفيق للاعب بيير أومريك اوباميانج. بعد كده يطلع خبر مزعج لنادي تشيلسي وجماهيره باعلان اصابه اللاعب ويسلي فوفانا مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي. ضربه موجعه للفريق وجماهيره ومدربه بوتشيتينو. اللاعب كده مش هيقدر يرجع غير قرب نهايه الموسم بعد 9 اشهر، يعني الموسم بيكون قارب على الانتهاء. ضربه موجعه وبالتالي هنشوف الايام اللي جايه هل تشيلسي هيعوض فوفانا ولا هيكتفي بالناس اللي عنده. ده اللي هنشوفه الايام اللي جايه. نروح على قلعه ليفربول، قلعه الهاديه دلوقتي بعد خروج اللاعب هندرسون وقائد الفريق وذهابه للدوري السعودي وبالتحديد نادي الاتفاق مع اسطوره نادي ليفربول السابق ومدرب نادي الاتفاق ستيفن جيرارد. وقرب خروج اللاعب فابينهو متوسط الميدان البرازيلي لنادي الاتحاد، حدد يورجن كلوب مطلب واحد بس وهو لاعب
لتعويض الثنائي في خط وسط الفريق. دايما طلبات العم يورجن كلوب كده حاجات بسيطه وتحس ان هو راضي بقليله وما بيبصش لبعيد وما بيقولش لا انا عايز مكان اللي طلع 2 ولا ما تطلعوش، لا الراجل متساهل جدا وايه طلعته 2 هاتولي 1 بس كفايه انا راضي. والصفقه هنشوف الايام اللي جايه ليفربول، مفيش اخبار كتير عن ليفربول وعلى مفاوضاتهم، بس هنشوف مين هو اللاعب اللي هيقدر ليفربول يضمه. في اشاعات طالعه عن لاعب لافيلا متوسط ميدان ساوثهامبتون اللي هبط للدرجه الثانيه. هنشوف الايام اللي جايه هتخلص الصفقه دي ولا ايه. لما نشوف الاوضاع هتحصل ايه فيها ايه في ليفربول، نطلع نشوف ونطير على اسبانيا ايه اللي بيحصل في قلعه المرينجي. قلعه هاديه جدا مرتاحه. انشيلوتي بيقول لك انا راضي بالصفقات بتاعتي وشايف ان فريقي افضل كمان من السنه اللي فاتت رغم خروج كريم بنزيما من الفريق، لكن الفريق افضل من السنه اللي فاتت بكتير والسكواد بتاعي احسن بكتير وقادر انافس بيه مع وجود لاعب رقم 9 واحد بس اللي هو خوسيليو. لكن فلورنتينو بريز سايبه بيتكلم براحته وقاعد زي الثعلب بيتفرج على كيليان امبابي وايه اللي بيحصل بينه وبين ناصر الخليفي. هتخلص على ايه القصه؟ هيجي امبابي ولا لا؟ هو ده اللي احنا هنشوفه. اخبار والاشاعات بتقول ان امبابي اتعرض عليه عرض من نادي باريس سان جيرمان بعقد $1,000,000,000 مقابل 10 سنين. مليار؟ انت يا عم ناصر كده بتبوظ الفريق مش بتخليه. اصلا حاليا امبابي راكب فوق الفريق ومدلدل واللي هو عايزه بيقوله واللي هو عايزه بيعمله، وبدأ يخبط في الإدارة وفي اللعيبة. في آخر طلوع ليه صحفي خبط في كل الناس وطلعت انت قدت الكلام ده وست لاعبين من الفريق طلعوا لك واشتكوا، وفي الآخر القرار ان انت عايز تجدد له ومش سنة ولا 2، لا ده 10 سنين وبتدي له عقد $1,000,000,000. رقم كبير جدا وخزعبلي تقريبا بيدمر الفريق مش بيبني فريق. وانا مش شايف ان باريس سان جيرمان بيعمل مشروع، بالعكس ده بيهد مشروعه وهو اللي بيهده بايده. من باريس سان جيرمان نروح على الفريق اللي نايم في الذره. بايرن ميونخ نايم في الذره، قاعد لهم من بعيد لبعيد وايه بيكون فريقه في هدوء ومحدش حاسس بيه لحد لما يطلع ويبقى بعبع لاوروبا كلها. بايرن ميونخ خلص صفقه كده في الاستخبص رافائيل جاريرو من نادي بروسيا دورتموند مجانا، ودعم الجنب الشمال بلاعب ممتاز جدا في النواحي في اداء النواحي الهجوميه وجيد في اداء النواحي الدفاعيه. مش قوي، هو اداؤه الدفاعي الهجومي يغلب عليه طبعا، وهو ده اصلا اسلوب لعب بايرن ميونخ. بايرن ميونخ بتحب تضغط وقوه وشراسه في الهجوم قبل ما تفكر طبعا في الدفاع. هو مش فريق دفاعي بالدرجه الاولى. علشان يطلع من الصفقه دي ويخلص كيم من جاي خلاص من نادي نابولي وينضم رسميا ليهم عشان تكون صفقه قويه جدا للدفاع بتاعهم بجانب ديليخت ووضع مكانه في الدفاع. يجي بقى الشغل اللي احنا بنقول عليه بقى وهو قاعد في الذره بيخلص وبيتسحب في صفقات كبيره جدا. يطلع يفوض كاي ووكر. كاي ووكر مدافع مانشستر سيتي ابلغ بيب جوارديولا ان هو خلاص مش عايز اكمل، انا عايز اشوف طموحات جديده ودوافع جديده. حققت كل حاجه مع مانشستر سيتي، هيروح ورغبتي ان انا اطلع على بايرن ميونخ اشوف دوافع جديده وطموحات جديده مع بايرن ميونخ. مش هتكون دي الصفقه الوحيده الانجليزيه. الصفقه الثانيه هي صفقه الولاده المتعثره وايضا صفقه هاري كين. وطبعا طالما قلنا هاري كين يبقى لازم نقول دانيال ليفي اللي معقد المفاوضات مع اي نادي جاي عايز ياخد دانيال ليفي، عايز ياخد هاري كين. فدانيال ليفي واقف قدامه على طول ومصعب المسائل. حتى مسؤولين بايرن ميونخ قالوا ان الصفقه احنا مش هنستسلم فيها وان الصفقه محتاجه صبر اكتر من كده علشان نقدر تكلل بالنجاح ويجي هاري كين لصفوف نادي بايرن ميونخ. وقالوا ان هاري كين ملتزم بكل اتفاقاته معانا وبكل الشروط اللي احنا قلنا له عليها، وافق عليها كلها وملتزم معانا 100%، لكن بانتظار حسم المفاوضات مع نادي توتنهام برئاسه دانيال ليفي. من اوروبا بقى نروح على الشرق والدوري السعودي اللي اصبح
الدوري روشن العالمي وليس دوري روشن للمحترفين، بقى دوري عالمي فعلا بمعنى الكلمة. طلع علينا كريستيانو رونالدو في الأيام الأخيرة وقال لنا تصريحات نارية بعد ما سأله الصحفي أنت قادر ترجع تاني لأوروبا؟ فقال له لا طبعا، أنا عندي 38 سنة داخل 39 سنة، ما أقدرش ألعب في أوروبا تاني، مستحيل أرجع تاني أوروبا، ده ضرب من ضروب الخيال. وعموما الدوريات الأوروبية فقدت جودتها وما بقاش غير الدوري الإنجليزي هو اللي لسه محتفظ بالجودة بتاعته. واديك شايف دلوقتي الدوري السعودي بعد ما رحت له، الدوري السعودي أصبح من أقوى الدوريات في العالم، وبدأ يجي لاعبين تاني بعد ما أنا جيت. ولما سألوا عن الدوري الأمريكاني فقالوا لا طبعا مش قوي ومش طموحي إن أنا أروح الدوري الأمريكاني، الدوري السعودي أقوى جماهيريا، أقوى حضورا، وأقوى متابعة من الدوري الأمريكي. ده كلام صحيح. ونخش على نادي النصر ونشوفه بعد ما انهى ازمه القيد بتاعته وخلص صفقه بروزوفيتش، بدأ يدخل في صفقه لاعب مانشستر يونايتد المدافع الايمن اللي كان معار لبطل اليوروبا ليج نادي اشبيليه الاسباني، اللاعب اليكس تاليكس. والاشاعات بتقول ان هو قادر يخلصه من نادي مانشستر يونايتد بمبلغ 4 مليون يورو، علشان تكون صفقه ممتازه من حيث الثمن ومن حيث الجوده اللي هيقدمها اليكس تاليكس. لاعب قادر يقدم مردود جيد هجوميا ودفاعيا، مش هنقول ممتاز طبعا لا، بس هو جيد في اداء الادوار الهجوميه والدفاعيه، وهو لاعب دولي في المنتخب البرازيلي. اللاعب اللي بعد كده دخل فيه نادي والاخبار بتتكلم فيه من نادي الاهلي لنادي النصر، ده اللاعب سيكو فوفانا. لاعب سيكو فوفانا اقترب من نادي النصر بمبلغ ما يقارب من 30 مليون عشان يكون تعزيز قوي للنواحي الهجوميه. اخر لاعب لنادي النصر كان اللاعب ساديو ماني. ساديو ماني مفاوضات اخذت وقت طويل معاه بسبب عقليه ساديو ماني، عقليه ساديو ماني العنيد. ساديو ماني انا قادر ادي، ساديو ماني انا لسه عندي، والعند بتاعه الحلو، العند اللي هو انا قادر ادي واجيب اهداف اكتر واكتر وقادر ادي في اوروبا وانا لسه ما خلصتش كوره. ده كان سبب طول المفاوضات مع ساديو ماني. بس في النهايه ساديو ماني وافق على شروط نادي النصر واتفق على شروطه كلها الشخصيه، وادى الضوء الاخضر لنادي النصر علشان يخش في مفاوضات مباشره مع نادي بايرن ميونخ اللي هو عايز يبيع ويطلع ساديو ماني بعد ما خرج من حسابات توخيل، بقى متاح للسوق. الايام اللي جايه ان شاء الله هنشوف ساديو ماني بقميص نادي النصر عشان يكون نادي النصر عنده ثلاثيه ساديو ماني كريستيانو رونالدو وتاليسكا. نشوف هجوم سوبر لنادي النصر في الدوري السعودي قادر يفتك بيها كل دفاعات الفرق في الدوري السعودي. من الدوري السعودي ونادي النصر ندخل على النادي الاهلي. النادي الاهلي دخل في صفقه كبيره ومدويه ايضا من نادي مانشستر سيتي، صفقه انتقال اللاعب العربي الجزائري رياض محرز، لاعب العالمي بتاعنا، طلع من نادي مانشستر سيتي على نادي الاهلي في صفقه ما تقارب من 35 مليون يورو. وبعد كده دخل في جناح نادي نيوكاسل سان ماكسيمين بصفقه ما تقارب من 30 مليون يورو علشان يكون الفريق قدر يكون ثلاثيه في الهجوم مكونه من سان ماكسيمين ورياض محرز وروبرتو فيرمينو. دخل نادي النصر، نادي الاهلي في حاجه ماسه لمدرب حاليا وبيحاول يكثف جهوده مع المدرب ماركو سيلفا مدرب نادي فولهام. مدرب نادي فولهام رفض من شهر تقريبا عرض النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي كثف مفاوضاته معاه ورفع العرض ل 40 مليون يورو على سنتين، يعني مرتب المدرب هيكون 20 مليون في السنه، ده رقم كبير جدا. ده اللي خلى ماركو سيلفا يفكر وقدامه مهله للرد النهائي. وعبال ما يرد ماركو سيلفا على النادي الاهلي نشوف اخبار نادي الهلال. نادي الهلال بيدور بقوه على مهاجم، والاخبار كلها طالعه ان الكسندر متروفيتش وافق على كل الشروط وبدا بالضغط مع نادي الهلال على اداره نادي فولهام ان هم يسيبوه يطلع للدوري السعودي. الايام اللي جايه هنشوف ضغط
الكسندر متروفيتش على نادي فولهام مع اداره نادي الهلال هيسفر عن ان الصفقه تكلل بالنجاح ولا لا، خصوصا ان اللاعب بلغ المقربين منه ان هو احتمال ما يروحش يسافر مع الفريق في الدوره الاستعداديه للفريق للدوري الانجليزي. في اشاعات طلعت من صحيفه برتغاليه بتقول ان نادي الهلال مهتم بجناح ليفربول الانجليزي لويس دياز، وعايز يدفع 50 مليون يورو لنادي ليفربول ويخلصه، لكن الفكره مرفوضه من جانب ليفربول بناء على رغبه من يورجن كلوب اللي هو شايف ان اللعيب داخل ضمن الخطط الفريق للموسم اللي جاي وهو محتاجه. اخر اخبار طلعت واشاعات طلعت عن نادي الهلال ان صحيفه ارجنتينيه طلعت وقالت ان في نادي سعودي عارض ان هو يشتري لوتارو مارتينيز ويديله في الموسم 60 مليون يورو كراتب سنوي، وده ضعف راتبه ب 10 اضعاف. تيجي تسالني مين النادي ده؟ طب الصحيفه ما اعلنتش. انا شايف ان هو الهلال. كل الفرق الكبيره الاربعه الكبار عندهم لاعب واثنين في خط الهجوم، المهاجم رقم 9 مش محتاجين لوتارو. نادي النصر عنده كريستيانو وعنده ساديو ماني وتاليسكا، نادي الاهلي عنده روبرتو فيرمينو، ونادي النصر ونادي الاتحاد عنده حمد الله وكريم بنزيما. مفيش غير نادي الهلال هو اللي بيحرجم على مهاجم رقم 9. من نادي الهلال نروح نادي الاتحاد اللي الدنيا هاديه فيه دلوقتي بعد ما خلص صفقاته وانجزها بدري، ما بقاش عنده غير لاعب واحد بس مركز جهوده عليه، وهو اللاعب البرازيلي لاعب وسط ليفربول ومنتخب البرازيل فابينو. اللاعب خلص كل شروطه المبدئيه مع والشخصيه مع نادي الاتحاد، ومستني تخليص نادي الاتحاد فيه مع اداره ليفربول علشان يكون صفقه كبيره جدا لنادي ليفربول مع كانتي وطارق حامد في وسط الملعب. كده تكون خلصت حلقتنا من برنامجكم هجمة مرتدة. انزلوا دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديدنا أول بأول، ومنتظر رأيكم في التعليقات. شاركونا. سلام.